لا شك أنك عندما قرأت عنوان الحلقة دار في خلدك سؤال: هل الله يضحك؟ لقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات السؤال يوم سأله أعرابي له، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أي فرجه. فقال رجل: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن فالله تعالى يضحك بما يليق به سبحانه، وبما لا يشبه بصفات المخلوقين، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقاعدة في ذلك كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن ضحكه سبحانه يفيد الفرح والرضا والتعجب من صنيع عبده لما أتى بأعظم ما يحبه منه. جزاء من يضحك الله له: أولا، لا حساب عليه في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. ثانيا، دخوله الجنة. 3 أعمال يضحك الله عز وجل لأصحابها. أولا، الشهيد الذي يقدم أعز ما يملك وأنفس ما بين جنبيه في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. ثانيا، يضحك الله تعالى للذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة ماسة. ففي قصة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضمه رجل من الأنصار فانطلق به إلى امرأته، فأمرها أن تهيئ طعامها، وأن تصبح سراجها أي أن توقده، وأن تنوم صبيانها إذا أرادوا عشاء، ففعلت ذلك، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، وفي الحقيقة أنهما لا يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لقد ضحك الله الليلة من فعالكما، وفي رواية: عجب من صنيعكما. ثم أنزل الله تعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثالثا، يضحك الله تعالى لقوام الليل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. وذكر منهم المجاهد المقاتل، ثم ذكر منهم: والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. أسأل الله تعالى أن نكون ممن يضحك الله عز وجل لهم. للمزيد في كتاب